لفيه في الورق وارميه في الفريزر ونسيه خالص، وهيقعد معاكي سنة كاملة واكتر من غير ما الورقة تفك منك ولا يغير لونه. تعالوا بينا نشوف هنلف ايه في الورق وايه اللي هنعمله مع بعض النهاردة هنفرز مع بعض ورق العنب بأسهل طريقة وأفضل طريقة، والأيام دي أفضل وأحسن وقت اللي انت تخزني فيه ورق العنب علشان لسه أخضر، والحقي خزنيه قبل ما ينشف في السوق. لو نشف ما بيبقاش حلو خالص في التخزين ولا طعمه بيبقى حلو، فأفضل وقت اللي انت تعمليه دلوقتي علشان لسه الورقة خضرة كده وطرية وحلوة. تمام. تعالوا بقى نفرز ازاي. جبت كده 2 كيلو من ورق العنب، طبعا تقدري تجيبي الكمية اللي انت عايزاها واللي انت بتفرزيه واللي تكفيك السنة كلها. تمام. بجيب كده ورقة بتكون كبيرة لها عنق طويل شوية، وبجيب بقى ورقة ورقة وبشيل العنق بتاعه وبرصه كده واحدة جنب واحدة، بس بتكون عكسها، بتحطي في الاتجاه ده والتانية بتحطيها في الاتجاه التاني عكسها علشان تبقى كويسة معاكي كده، ما تقعش منك ولا تتحرك منك وتبقى ماسكة نفسها. تمام. بعمل كده كل الكمية بتاعتي لحد ما بخلصها. بعد بقى ما خلصت الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين، رصيتهم كلهم بنفس الطريقة، حطيتهم كده على الرخامة جنبي، هركنهم بقى على جنب كده علشان نبدأ نشوف هنخزنه ازاي. ولا بنبله مية ولا بنحطه في مية ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم ان انا بقالي كام سنة بعمل الطريقة دي تالت سنة بعمل الطريقة دي، لقيت دي افضل واحلى واحسن طريقة اللي انت تفرزي بيها ورق العنب. بتجيبي ورق الكراريس اللي هو بتاعت الرسم، ويكون ابيض ما يكونش فيه اي الوان ولا كتابة خالص علشان ما يضرش، وتبدأي اللي انت تحطي عليه اللفة اللي انت عملتيها بتاعت ورق العنب وتحطيها في كده عليه. لو اللفة بتاعت او ايه الورقة نفسها بتاع ورق العنب زيادة عن الورقة بتاعة الكراسة، هتتني حتة من الجنب كده، ما تخافيش مش هيتكسر منك ولا هيجراله اي حاجة. تتني بس حتة كده من الجنب علشان الورقة تتلف عليه كويس. لو الورقة صغيرة شوية على قد الكراسة خلاص مش هتتني ولا حاجة، هتلفي على طول. بتبدأي اللي انت بقى تلفيه كده زي ما انتوا شايفين، وتتكي كده علشان ما يفكش منك، والحروف بتقومي قافلة عليها بالشكل ده، بس مش اكتر من كده. هنجيب ورقة كمان كده ونبدأ اللي احنا نلف. بحط كده الورق العنب وببدأ الف بالورق على طول. وممكن كمان بدل ورق الكراسة ممكن تلفيه في استرتش او في اكياس تلاجة، تفتحي الكيس كده وتلفيه وتقومي حاطه عليه حتة لزقة صغيرة كده علشان الكيس هيتزحلق وهيفك منك مش زي الورق. تمام. فليكي 3 اختيارات ممكن اللي انت تعملي بيه. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة وبعد كده هرجع لكم. خلصت الكمية 2 كيلو ما شاء الله، عملوا لي كمية حلوة جدا. شايفين الورقة ولا هتفك وهتفضل معاكي كده زي ما هي، مش هيجرى لها حاجة. تقدري بقى اللي انت تعينيه في الفريزر في اكياس او علب المتوفر عندك، وحسب ما انت بتحتاجي الكمية اللي انت بتحتاجيها تقدري اللي انت تقسميها على اكياس او علب زي ما قلنا، ممكن 2 او 3 على حسب ما انت عايزة، او ممكن تحطيهم كلهم في كيسة واحدة كده وتطلعي الورق بالعدد يعني زي ما انت عايزة على قد استعمالك، واللي تطلعيه ما ترجعهوش تاني. هتطلعيه تحطيه في مية سخنة، وبعد كده هتشطفيه وهتستعمليه كأنك لسه جايبة الورق حالا، ولا بينقر ولا بيغير لونه وبيفضل زي ما هو. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، واشوفكم على خير.